لقد أدرك شبابنا هذه الأيام أن علماء التوحيد والسنة هم الأئمة حقا، وإليهم الرجوع في زمن الفتن كلهم لا واحدا منهم فحسب، فإن اتخاذ عالم واحد فحسب يرجع إليه دون غيره، فإن هذا من البدع المحدثة المنكرة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته، قال: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فليس دين الإسلام العظيم حكرا على بلد، وليس المنهج حكرا على أحد، وإنما الأمر أمر باتباع النبي أحمد. وإن من المخالفات زمن الفتن الاشتغال بالقيل والقال، وما يبث على مواقع التقاطع وشبكة العنكبوت الواهنة الواهية، ثم التغافل عن طاعة الله جل وعلا واللجوء إليه والانطراح بين يديه، التغافل عن التوبة والندم ورفع أكف الضراعة إليه سبحانه أن يكشف ما حل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالواجب إخوة العقيدة والإيمان، الواجب زمن الفتن والمحن والمصائب أن يحاسب المسلم نفسه لا غيره، أن يحاسب المسلم نفسه لا غيره. وأما تتبع الناس والخلق وطلب مواقفهم فإنه من البدع المحدثة المنكرة التي لم يكن عليها سلف هذه الأمة. فأربعوا على أنفسكم فنحن على منهج سواء. فأربعوا على أنفسكم فنحن على منهج سواء. وما العداوة القائمة والاختلاف فهو كما قال ربنا جل وعلا: واغلبنا عن هذا غافلون. قال سبحانه: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فكل عاقل حصيف يدرك إدراكا تاما كاملا بأن ما نحن فيه من ضربات العشواء وتخبط العمياء إنما هو من ذنوبنا وتركنا لدين ربنا وتركنا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.